السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل اي حاجه ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس. ويلا بينا نبدا قصتنا بتبدا لما كنت في الكليه. نزلنا البريك عادي، ولما جه ميعاد المحاضره التانية الطلاب بدات تطلع الفصول والمدرجات، بس انا ما طلعتش معاهم. رحت عند الاوضه المهجوره، بس الصدمه اني لقيت زي جثه متعلقه. فجاه سمعت صوت حد جاي ناحيه الاوضه دي، كنت مستخبي بسرعه. لقيت زي 2 حراس للاوضه دي وبيتكلموا كلام انا مش فاهمه، بس فضلت مستخبي لحد ما طلعوا من الاوضه، وقمت قايم متسحب لحد ما طلعت انا كمان وطلعت على فصلي. اليوم الدراسي خلص وانا مروح بيت انا وعمر صاحبي. كنت عمال بفكر في اللي انا شفته في الاوضه ودماغي مقفله تماما. عمر عمال بيندهلي يا محمد يا محمد وانا مش مركز معاه خالص، لحد ما خبطني في كتفي. فقت من سرحان. قال لي ايه يا ابني، في ايه مالك؟ ساعه لما طلعت من البريك وانت مش مظبوط. قلت له سيبني دلوقتي يا عم، انت مشفتش اللي انا شفته. رد عليا ايه يعني شفت ايه؟ قلت له شفت جثث متعلقه في الاوضه المهجوره، مش عارف ده ايه ولا ايه اللي جاب الجثث دي هنا. ننقل على منظورنا التاني. كان في شخص بيتكلم، وعامه يعني ده اسمه احمد، بيتكلم وبيقول اللي هتعرفوه يا جماعه ان الجثث دي بيتعمل عليها تجارب ضد الاشعاع النووي. هتقولي لي ايه اللي هيجيب النووي هنا؟ اقول لكم اصبروا بس لحد ما يجي وقتها. نرجع على منظورنا. خلصت اليوم بس برضه ما كنتش قادر اركز بسبب اللي شفته في الاوضه المهجوره. روحت البيت وامي وابويا بيندهولي عشان اتعشى. قلت لهم يا جماعه انا مش جعان، سيبوني بس انا عايز انام. صحيت تاني يوم، جهزت للكليه ونزلت. دخلت المحاضره عادي وكله تمام. لما المحاضره خلصت قلنا نروح عند المعمل عشان هناخد حقن للوقايه من الفيروس الجديد، بس انا مرضتش اخدها لان انا كنت حاسس ان في حاجه غلط. قعدت اقول لعمر ما تاخدهاش لحد ما الدكتور سمعنا. ملاحظه، الدكتور ده انا كنت بثق فيه جدا. قرب مننا وقال لي ان الحقنه دي فيها فيروس بيحول الناس لزومبي. بس كده، ده يكون الجزء الاول خلص، واستنى الجزء التاني باذن الله يكون مليان تشويق ومليان احداث جامده. بس كده، سلام.